قبل نهاية الفيديو في تقييم للفندق، فتابع معايا الفيديو للنهاية. احنا دلوقتي في مطار اسطنبول في تركيا، في مطار اسطنبول متوجهين ان شاء الله مسافرين على الغردقة باذن الله. ان شاء الله هنكون الفجر في الغردقة. اول ما نوصل الغردقة هنتوجه على طول على فندق سانرايز اكوا جوي. فندق سانرايز اكوا جوي ده الفندق اللي احنا هنستعرضه معاكم النهاردة في الفيديو بتاعنا بالتفصيل. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد. وصلنا الحمد لله لمطار الغردقة، وإن شاء الله دلوقتي هنتوجه لفندق سانرايز أكوا جوي. خليكوا معنا. احنا وصلنا دلوقتي مع حضرتكم فندق سانرايز أكوا جوي، والفندق هنا بيقع في نهاية الممشى السياحي. الفندق ده على فكرة كان زمان قوي اسمه فندق هاواي، ولكن إدارة سانرايز أخدته واطلقت عليه اسم سانرايز اكوا جوي. متجهين مع حضرتكم دلوقتي لداخل الفندق عشان خاطر نستعرض كل حاجه. اول حاجه طبعا هنستعرضها مع بعض جوه الفندق هي الريسبشن. اول حاجه بتقابلنا هي الريسبشن. هتمشى معاكم جوه الريسبشن كده عشان خاطر تشوفوا كل حاجه موجوده فيه بالظبط، وبعد كده هنستعرض طبعا الفندق كله بالتفصيل. احنا هنا في منطقه الريسبشن. دي طبعا الاعداد اللي حضراتكم شايفينها قدامكم، دي الاعداد اللي موجوده في الريسبشن. الريسبشن مساحته كبيره، يتسع لعدد كبير من الافراد، وفي كمان هنا دور تاني لفوق كده. ده تقريبا كده بيبقى فيه اللي هي مثلا اللي هي البلياردو او يكون فيه مثلا كونفرنس، قاعات اجتماعات والكلام دوت. لسه بصراحه انا برضو ما شفتش اللي جواه، بس انا هتمشى معاكم كده واحنا بنتمشى هنعرف كل حاجة فين. قدامنا ده على طول ده كده قسم الريسبشن اللي هو بيبقى فيه شيك ان وشيك اوت. ده بيبقى على يمين المدخل. اول ما تخش المدخل على اليمين زي ما شفتوا معايا دلوقتي بالظبط في الفيديو. ادي ده الريسبشن. بعد الريسبشن شويه كده هنا في الجيست اكسبيرينس سنتر. ده تقريبا اللي جنبه، يعني الشاشه اللي جنبها دي اللي بتحجز فيها المطاعم اللي هي الاكارت. الاكارت يعني ايه الاكارت؟ يعني المطاعم ديت بتبقى بفلوس، بس الفندق بيديلك مره في المطعم ده مجانا، ولو عايز تدخل تاني بتدفع فلوس. دي طبعا الغرفه اللي انتم شايفينها قدامكم دي اللاجج اللي مكتوب عليها لاجج. كانت ديت الغرفه اللي هي بتحط فيها شنطك لما يكون مثلا انت جيت بدري في الفندق ولسه ميعاد الشيك ان بتاعك وعايز تتمشى شويه تعمل اي حاجه، فالشنط بتاعتك بتحطها في الاوضه ديت. ومثلا لو انت مسافر وراك طياره وراك اتوبيس وعملت شيك اوت الساعه 12 ولسه قاعد شويه في الفندق، فبرضه تقدر تشيل شنطك في الغرفه دي. زي ما حضراتكم شفتوا كده قدامكم، دي مجموعه طبعا من المحلات، وده السلم اللي بيطلعنا على الدور الثاني. ممكن نستخدم السلم او نستخدم طبعا الاسانسير اللي هو موضح اهو قدامكم دوت. ده الاسانسير اللي طلعنا الدور الثاني. طبعا حضراتكم كده واحنا ماشيين هندخل على اللوبي. اللوبي بار انا قصدي، اللي هو اسمه سان رايز زي ما حضراتكم شايفين كده اسمه. ده اللوبي بار. ده البار اللي هنا شغال 24 ساعه، بس لحضرتك لنظام الإقامة الشاملة اللي هو الأول انكلوزيف. المشاريب ليك من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 12 بالليل. من 12 بالليل لحد 10 الصبح فالمشاريب هنا بفلوس، وفي الكوفي تايم من الساعة 3 للساعة 5. قدام حضراتكم دي خريطة الفندق. أهلا وسهلا في قناة عربي مكسر. اهلا وسهلا. ما زلنا طبعا مع حضراتكم في الريسبشن، وهنا احنا امام قاعة المؤتمرات اللي هي كونفرنس روم، قاعة الاجتماعات والمؤتمرات. وهي دي القاعة زي ما حضراتكم شايفين كده، قاعة الاجتماعات. نخرج من بره القاعة. هنا قدامنا قاعدين في الريسبشن دول طقم الانيميشن بتاع الفندق. طقم انيميشن تيم بتاع الفندق، تقريبا عندهم اجتماع ويتفقوا على البرنامج اللي هم هيعملوه يعني في الفندق. هكمل مع حضراتكم دلوقتي اللفة في الريسبشن. هنا هتلاقوا مكنة الاي تي ام
CIB، وجنبها دي تقريبا جري اجريكول، وبعض المحلات الموجوده هنا في الريسبشن زي محل نظارات زي ما هو شايفين كده مع حضرتكم، وجنب محل النظارات على طول في محل هنا الشنط. ودي تقريبا كده اللفة كاملة هنا في الريسبشن. دلوقتي هنتوجه مع بعض لإكمال إجراءات الشيك إن مع عيالي، وبعد كده هناخد الغرفة ونطلع مع بعض نستعرض معاكم الغرفة. طلعنا مع بعض دلوقتي الغرفة، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي الغرفة من جوه. هنا دي أمينة فتحت لنا الباب، وهنا هنلاقي أول ما نخش على طول هنلاقي طبعا ده الدولاب، ودي الأرفف بتاعة الدولاب، وهنا في دوت الليستة بتاعة المغسلة وكده، وفي شماعات. بعد الشماعات ده برضو بقية الدولاب زي ما انتم شايفين كده. اهي الشماعات اهي زارة اللي هي لو عايز تعلق أو حاجة أو كده. وعلى الشمال هنا ده الحمام. في الحمام المراية الصغيرة والمراية الكبيرة، استشوار. يعني هو الحمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعة هو استاندر، حمام متواضع استاندر. هنا طبعا في الشاور، المكان اللي بتاخد فيه الشاور، الفوط زي ما حضراتكم شايفين. وهنا ده الشاور جيل والشامبو والدش. ده التليفون بيبقوا حاطينه طبعا في الحمام، اللي هو لو حاجة ايرجنت عايز تكلم برضو ريسبشن تدوس على 0 وتكلم ريسبشن. ودي كوبايات اللي نحط فيها فرشة المعجون والمعجون وهكذا. نخرج بقى دلوقتي تاني نكمل الغرفة. هنا أمينة قاعدة على مكان الشنط. المكان ده يا جماعة اللي هو بيحطوا عليه الشنط، يعني تبقى الشنط الفاضية بعد ما تفضيها وتحط هدومك في الدولاب تحط الشنط على الرف ده. ودي هنا كوبايات، وده هنا الكاتل بتاع الشاي، وبيجيبوا لك حوالي ازازتين ميه كل يوم مجانا. وفي بعد كده هنا ده الميني بار. الحاجات اللي في الميني بار دي طبعا بفلوس اكسترا، اللي هي الكولا والفانتا والحاجات دي لو فتحتها بيحاسبوك عليها يوم الشيك اوت. وده هنا الريموت للشاشه السكرين وريموت التكييف. انا طبعا واخد الغرفه ديت دبل وتو تشايلد زي ما واضحه مع حضراتكم كده في الفيديو. ادي غرفه كده دبل، 2 سرير للكبار، وده التليفون برضو ده اللي اتصل بيه على الريسبشن. دايما الريسبشن تتصل بيه بيبقى زيرو في اكتر الفنادق. وهنا ده سريرين دورين للاطفال. هنطلع دلوقتي مع بعض البلكونه مع مالك هيطلعنا البلكونه ونشوف ونستعرض مع بعض المنظر بتاع الغرفه. هي الغرفه هنا مطله على حمام السباحه، وزي ما حضراتكم شايفين في كرسيين اهم ترابيزه بس باين عليهم قدام او متبهدلين من الشمس يا قدام، حتى مالك جاي يقعد عليهم كده مهزوزين وكان هيقع. وصلنا مع حضرتكم دلوقتي للمطعم الرئيسي. المطعم الرئيسي ده اللي شغال وجبات اللي هي فطار وغدا وعشاء. انا دخلت دلوقتي قبل ما الناس تدخل، لسه احنا ميعاد الغدا هنا من الساعة 1 للساعة 3. اما الفطار من الساعة 7 الصبح للساعة 10 ونص. العشاء من الساعة 7 المغرب لحد الساعة 10 بالليل. زي ما حضرتكم شايفين كده في انواع كتير قوي من الحلويات. انا هحاول امشي عليهم كلهم كده وتشوفوهم معايا كده بالكاميرا تفهموا ايه اللي موجود في المطعم. طبعا حلويات كتيرة وجمبري اهو، وفي كمان عندنا هنا دي السلطات، ونخش قدام شوية كده ديت برضو سلطات، بس اللي عايز يعني قطع سلطات وهو يظبط سلطته بنفسه. وهنا في المخللات والزيتون، وهنا ديت زي بابا غنوم وكده السلطات اللي هي حضراتكم عارفينها، حمص اللي فات دوت، وطماطم هي لو عايز تقطع وتعمل برضو سلطتك بنفسك.
انواع كتيره قوي 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 قوي. المطعم بصراحه مليان حاجات. وغير طبعا حضراتكم شفتوا الخروف اللي هم عاملينه اول ما دخلنا المطعم على طول. وغير ادي الفاكهه طبعا انواع كتيره قوي من الفاكهه. الحلويات عندهم بكثره، يعني جاتوهات، حلويات شرقيه، حلويات غربيه، كل حاجه هتلاقيها هنا متوفره في المطعم. انا قلت اخش بس قبل ما الناس تخش كده وهو البوفيه لسه متنظم عشان نلقي نظرة على البوفيه، وهخش تاني دلوقتي معاكم بس لما الناس بقى تخش جوه عشان خاطر اكمل بقية المطعم، لان قرب يفتح، الميعاد قرب. انا داخل قبل ما يفتح بشوية يعني، وقلت ايه اصور لكم الحاجات اللي اقدر اصورها وهو لسه البوفيه كده كامل وما اتلخبطش. طبعا كل دي انواع مختلفه من الحلويات زي ما حضراتكم شايفين. فالمطعم هنا او الغدا يعني هتلاقي لا كل اللي انت نفسك فيه هتلاقيه. الاختيار كبير جدا في المطعم. في طبعا شاي او قهوه برضو دي جوه المطعم، وبتطلب برضو مشاريب العاديه اللي هي زي كولا، سبرايت، فانتا، ميه، كل ده متوفر هنا في المطعم. كل ده الاول انكلوزيف اللي هو فطار وغدا وعشاء. وهنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي القسم الحلويات الشرقيه والبسكوتات او الكحك والحاجات ديت والحلويات الشرقيه. العيش طبعا بجميع انواعه، العيش الكايزر، العيش الفينو، عيش العادي بتاعنا البلدي، كل ده موجود هنا. وده طبعا زي قسم كده شرقي هتلاقوا فيه اهو مثلا الكفته. انا طبعا مش هعرف يعني اقول لكم كل حاجه، بس انا هفتح السفنديش كله كده، هفتح لكم وانا ماشي اهو، وانتوا هتشوفوا. بصوا كل الانواع اللي هي اللي قدامكم، كل دي انواع كتيره جدا في المطعم، تشكيله كبيره. التقييم بتاع المطعم طبعا نديله 10/10، او الاكل عامه حتى الطعم 10/10. هنا برضو ده الكشري. وهنا في برضو مثلا اللي عايز ياخد كبدة يعني على الجريل والكلام دوت، كل ده موجود. فالاكل لا مش هتغلب في اختيار كبير قوي. دلوقتي بقى بص هنخش المطعم اهو تاني وهو المطعم مليان. الكابتن مالك معانا في الجولة دي، هو اللي بيفتح لنا الباب، وهنتفرج على المطعم نشوف الحاجات اللي احنا ما صورناهاش. هو المطعم لسه يعني ما دخلوش الناس، في حاجات كده ما كملتهاش هكملها وانا معاكم على الكاميرا. ركن الاطفال في المطعم ده كان اخر حاجة في المطعم، وبعد كده نتوجه معاكم على الريسبشن.
انتقلنا دلوقتي معاكم على الريسبشن، وهنا بنرسم لليلى بعض الرسومات. ده الانيميشن الخاص بالاطفال، بيرسم لهم رسومات جوه الريسبشن لجميع الاطفال او البنات يعني الصغيرين او الصبيان. اللي عايز يرسم بيرسم الرسومات اللي انتم شايفينها على الوش ديت. وفي برنامج خاصة بالاطفال، طبعا البرامج دي بتبقى موجودة بتاعت الانيميشن عامة على حمام السباحة او جنب التياترو اللي هو المسرح. بتلاقوا فيه ورقة بالبرنامج اللي بيعملوا الانيميشن كل يوم، وامتى بيبتدي الانيميشن بتاع الاطفال. دايما الانيميشن او الحفلة بتاعت الاطفال بتبتدي قبل الحفلة بتاعت الكبار. احنا دلوقتي مع حضرتكم في التياتر ده او المسرح هو المكان اللي الانيميشن فيه بيعمل العروض الخاصة بيه. طبعا بيعمل فقرات مختلفة وعروض مختلفة. احنا دلوقتي في العرض الخاص بالاطفال، وفي الفقرة اللي هي فقرة شارلي شابلن. طبعا في فقرات مختلفة وعروض مختلفة بيعملوها على المسرح. هنا طبعا هو بيختار، شارلي شابلن بيختار طفل عشوائي من الاطفال موجودة قدامه. هو اختار النهاردة معانا مالك، ويبتدي يعمل معاه حركات بهلوانية كوميدية زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. وبعد كده بتتوالى طبعا عروض مختلفة هنا على المسرح خاصة بالأطفال، وبعد كده بيبتدوا حاجات خاصة بالكبار. صباح الخير عليكم. احنا دلوقتي طبعا على البيتش، وهنا زي ما حضراتكم شايفين كده البيتش هنا ده على الشمال البيتش، وعلى اليمين دي مساحة خضراء. الممر ده كده فاصل بين المساحة الخضراء وبداية البيتش. هتمشي معاكم شوية طبعا بالكاميرا كده وهوريكم ايه اللي في البيتش. هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الشمسيات دي معمولة بالجريد. اللي عجبني هنا ايه بقى، ان الجريد ده كله متوصل ببعض زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده في الصورة او في الفيديو. متوصل ببعضه من فوق، فعامل ظل على جميع الشازلونجات. يعني هتقعد في اي شازلونج هتلاقي فيه ظل، غير بيبقى فيه فنادق تانية بيبقى فيها طبعا ان هو ايه الشمسية دي مثلا منفصلة شوية عن اللي بعديها وبعيدة عن اللي بعديها، ف بتدخلش لك شمس برضو من اي حتة. لكن هنا الميزة ان هم بصوا عاملينها ازاي، عاملينها كلها ملامسة بعضها من فوق الجريد، فعامل ظل على جميع الشازلونجات. بالنسبة طبعا للبحر او الشاطئ زي ما حضراتكم شايفين كده هو عبارة عن لاجون او لسان. واللسان نفسه طبعا او اللاجون نفسها، يعني اللي قصدي اللسان اللي شايفينه دوت ده طبعا المدخل بتاعه مش رملي، هو صخري. يعني في طوب كده في الاول بس تخش شوية يبتدي خلاص يبقى رملي. هو مناسب جدا لو انت معاك الاطفال، كويس جدا بالنسبه للاطفال. بس لو بتخش جوه شويه فطبعا بنصح بانك تجيب معاك صندل بحر، يعني عشان او شبشب او كده عشان تعرف تخش في الميه. وفي هنا زي ما حضراتكم شايفين كده ده اللسان يعني محاوط كده الميه، وعاملين زي القعدات اللي هنا او مثلا اللي هي شازلونجات برضو على الممر بيوصلك لجوه دوت اللي انتوا شايفينه ده. اللي هناك ده بقى عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن منط، ممكن تقول من هو منطات، وهم موصلينها كلها ببعض، وكل منط عاملين فوقيه زي جزيرة كده او مساحة كبيرة بحيث ان الناس تقعد عليها زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو دلوقتي. احنا على واحدة منهم، وكل واحدة عليها بار برضو شغال من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 5. والبارات ديت بتخدم طبعا الاول انكلوزيف. هنا عاملين قعدات زي ما حضراتكم شايفين كده، عبارة عن قعدات، وفي منطات تانية عليها شازلونجات هنشوفها مع بعض برضو دلوقتي. وهنا عاملين دش جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده ايه في الشجرة. ما شفتوش قبل كده في اي فندق بصراحة، منظره برضو رائع. المنطات دي هم يعني موصلينها ببعض بكوبري او الجزر اللي انتوا شايفينها دي زي جزر كده ايه يعني فوق المنط زي ما واضحة قدامكم في الفيديو كده بالظبط. وحاطين هنا بقى هنا حاطين رملة على المنطات دي، يعني انت كده تقعد والاحساس بتاعك ان انت قاعد برضو على الشاطئ، مش قاعد في حتة مثلا صناعية او كده. زي ما حضراتكم شايفين كده كلها رملية،
فبتقعد برضو تستمتع وعلى الشازلونج هنا. بس طبعا لو عايز تنزل المية، فنزول المية من هنا بيبقى السلالم برضو هستعرضها معاكم دلوقتي في الفيديو اهو. سلم مثلا اللي حضراتكم شايفينه على اليمين ده عشان تنزل المية. واحنا ماشيين دلوقتي من الجزيرة ديت او المنط اللي هو موجود ده، هنخش مثلا على الكوبري اللي حضراتكم شايفينه وهنوصل برضو للمكان التاني. يعني بين كل مكان ومكان كده عاملين، او جزيرة وجزيرة عاملين منط او كوبري. والكوبري ده هو بيوصلك من دي لدي ومن دي لدي، كلهم مفتوحين على بعض. ودي السلم او دي السلالم اللي انا قلت لكم عليها. لو عايز تنزل البحر بتنزل عن طريق السلم. يعني ايه برضو هي مش مريحة قوي برضو، يعني هتنزل هتلاقي صخر، وبعد كده بقى ممكن شوية كده لقدام شوية في البحر اهو. في البحر تقدر تعوم في البحر المفتوح. ده كده اللي انتوا شايفينه قدامكم، ده عبارة عن شازلونجات جميلة بستاير. اللي عايز برضو يستمتع او كده يجي برضو ممكن يقعد هنا. دي مجانية يا جماعة، عشان في بعض الفنادق بيبقى فيها اللي هي بالشكل ده كده زي الخيمة زي ما بنقول، دي بتبقى بفلوس. هنا مجانا تقدر تيجي. بس طبعا ايه، جيت بدري تقدر تحجز مكان كده، لان بتبقى اكترية الوقت طبعا مشغولة. وفيها ستائر زي كده، ممكن تنزل ستارة تقعد من غير مثلا مش عايز شمس. ما بتحجبش طبعا الشمس 100% الستاير، بس برضو بتدي لك ظل. ومنتشرة هنا برضو على المناطق ولو حضراتكم شايفين دلوقتي انا داخل اهو على الكوبري اللي بيدخلني على المكان التاني او الجزيرة هنقول عليها، خلينا نسميها ان دي الجزيرة الصناعية التانية. وهنا برضو في مجموعة من الشازلونجات. وكل مكان طبعا بيبقى فيه جنبه البار زي ما قلت لحضراتكم، البار اللي بيخدمه. البارات زي ما قلت لحضراتكم شغالة طبعا من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 6. أنا آسف مش 5، أنا قلت 5 من شوية، لا هي لحد الساعة 6 المغرب. أي بار هتلاقيه في اللي هو يعني في الأوبن اريا، يعني مثلا حمام السباحة في البيتش أو كده، بيبقى شغال من 10 الصبح لحد الساعة 6 المغرب. مكمل انا طبعا مع حضراتكم الراوند. انا عامل زي لفة كده حوالين الجزر كلها. دخلت المكان وهخرج من اخر جزيرة اللي هي اللي احنا عليها. والبار زي ما حضراتكم شايفين بيخدم الجزيرة هنا والجزر جنبها. وهنا في طبعا الارض رملية زي ما حضراتكم شايفين بالظبط في الفيديو، رملة كده على الارض. هم فرشين رملة على الارض عشان يديلكم احساس ان انت قاعد على الشاطئ. دلوقتي احنا خلصنا الراوند بتاع البيتش. هندخل معاكم على الاكوا بارك اللي انتوا شايفينها هناك خالص دي، وهنستعرض معاكم برضو الاكوا بارك، فخليكم معانا. احنا كده في منطقة الاكوا بارك او عند الاكوا بارك. زي ما حضراتكم شايفين كده دي الزحاليق الموجودة، هم عبارة عن 5 اللي هم قدامكم دلوقتي، دول 5 بس. المجموع الكلي هو 6. في واحدة هي اللي هناك اللي اصفر فازرق، دي الستة، دي التسونامي اسمها. دي هتعتبر اصعب واحدة فيهم. اما الباقيين دولت اللي هم السهلين اللي هم قدام حضرتكم كده، دولت عبارة عن 5 زحاليق. مناسبة طبعا الاكوا بارك للكبار وللصغيرين، بس طبعا للصغيرين بتبقى من فئة عمرية معينة، لما بتيجي انت تستخدم اكوا بارك في ناس بتوجهك طبعا هنا اللي شغالين هنا. بيقولوا لك بار اللايف جارد بيقول لك لو الطفل يقدر او يسمحوا له ينزل على الزحاليق دي ولا لا. هنا ده طبعا الانيميشن بتاع الاطفال، بيجمعوا الاطفال كلهم وبيروحوا يعملوا بيهم بيتزا، بيخليهم يحضروا بنفسهم البيتزا بتاعتهم. كل واحد من الطفل بيدوا له زي عجينه كده ويجرب يعمل بيتزا. عشان كده هتلاقيهم سحبوا كل الاطفال من الاكوا بارك. الاكوا بارك بقى فاضي خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، وبقى الاطفال كلهم يعني مشوا مع الانيميشن. احنا دلوقتي طبعا معاكم عند حمام السباحة العائلي، وهو طبعا موجود جنب الاكوا بارك على طول. دي مجموعة الشاليهات، واللي بيسكن في الشاليه هنا بيبقى ليه حمام السباحة الخاص بيه، ما يقدرش يستخدمه معاك بقية سكان الفندق. هتمشى معاكم شوية في الفندق. هنبتدي طبعا من هنا من السلم اللي نازل من ناحية الريسبشن علشان تشوفوا معايا
تقسيمة الفندق وتبقى الدنيا واضحة ليكم وتعرفوا رسمة الفندق شكلها ايه. وعشان اللي عايز يعرف حاجة عن الفندق وعايز يقرر يختار الفندق، يبقى الفيديو ده ان شاء الله مرجع ليه عشان يعرف الفندق كويس. عايز بس اقول لكم حاجة، ملاحظ في المشاهدات ان ناس كتير بتتفرج يعني على الفيديو او على الفيديوهات كلها، بس مش بتعمل اشتراك واعجاب. يا ريت اللي بيشوف الفيديو وحاسس انه استفاد ولو بمعلومة صغيرة ما يبخلش علينا بالاشتراك واللايك، امرا وليس فضلا. امرا ولا ثانية واحدة، هي لا اسف، هي بتتقال ازاي؟ ثانية واحدة، انا اسف بسمعها بيقولوها في الفيديوهات والله. ايوه، فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا. لان الموضوع ده بياخد، انت عارفين موضوع التصوير يا جماعه ده بياخد مننا حقيقي مجهود كبير، والمونتاج والحاجات ديت. وحتى الفنادق اللي انا بصورها انا يعني مش بستمتع باي حاجه يعني، ولا طبعا ولا بقدر اعوم ولا اقدر اقضي وقت كويس، لان طول الوقت ماسك الكاميرا وعمال اصور. وساعات بصور حاجات كتيره طبعا، وفي حاجات كتيره بشيلها في المونتاج. وساعات في حاجات ببقى لا حاسس ان انا ناقص، ان انا صورت حاجه ناقصه، برجع اصور تاني واصور كذا شوت. الحاجات دي كلها بتاخد فعلا مجهود كبير. فنرجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واللي يتفرج ما يبخلش علينا باللايك. واكتبوا لنا في الكومنتات اللي عايز يشوف فندق معين وعايز يعرف عن فندق معين مثلا معلومات، او يشوفوا فيديوهات قبل ما يقرر يروح الفندق ده ولا لا. يكتب لنا في الكومنتات واحنا هنبص على الكومنتات ونشوف اكبر فندق اخد اكبر عدد من الكومنتات، او اكبر ناس سألت عن فندق معين، وهنبتدي نبتدي بالفندق ده، وبعد كده الذي يليه ان شاء الله في عدد الكومنتات وهكذا. يعني اللي هيبقى فيه نسبة اكبر، ناس طالبة فندق معين بنسبة اكبر، هنتوجه عليه ان شاء الله ونصوره لكم، مفيش اي مشكلة. طبعا بحاول اتمشى معاكم كده وانا بدردش عشان خاطر تشوفوا زي ما قلت لكم تقسيمة الفندق، وتشوفوا البارات الموجودة. وهنا دي قدامكم منطقة الفلل اللي انا وريتها لكم قبل كده، اللي هي الفلل او الشاليهات. اللي بيأجر الفيلا دي او الشاليه بيبقى ليه حمام السباحة اللي انتم شايفينه ده خاص بيه هو فقط. يعني ممنوع للنزلاء الاخرين في الفندق يستخدموا حمامات السباحة دي. حمامات السباحة دي نظيفة وحلوة وجميلة، بس في الشتاء فيها مشكلة ان هي بدون تسخين. لان في حمامات السباحة التانية الموجودة في الفندق، هم عبارة عن 5 حمامات سباحة، في بعضهم بيتسخن في الشتاء. يعني لو حد جه في الشتاء بتبقى بالنسبة له عملية ديت مريحة. احنا عند منطقة طبعا الاكوا بارك دلوقتي. الاكوا بارك يا جماعة هنا برضو ما بيتسخنش في الشتاء. يعني في حمامات سباحة زي ما قلت لكم قبل كده بتتسخن، اما حمام السباحة الخاص بالاكوا بارك او الاكوا بارك هنا ما بيتسخنش. الاكوا بارك طبعا بالنسبة لحجم الفندق فهو ممتاز، بس ما فيهوش تسخين في الشتاء. حضرتكم دلوقتي المبنى اللي باين قدامكم ده الكيدز كلاب اللي هو على الشمال ده، وبعده على طول دي منطقة الكيدز اريا الخاصة بالاطفال، هي مراجيح وزحاليق وكده، وفيها دليلة زي ما انتم شايفين كده، فيها تندة عشان تحمي الاطفال يعني من الشمس. واحنا لسه ما زلنا زي ما انتم شايفين في حمام السباحة، وحمام السباحة الملاصق للاكوا بارك، وظهر حمام السباحة ده على طول البيتش. يعني احنا كده وصلنا للنهاية. فندق واخد زي بالطول كده يا جماعة، والشجرة اللي قدامكم دي على شكل دش في ظهرها البيتش. دلوقتي احنا هنا في منطقة الفوط، اللي المكان اللي بياخد منه الفوط. كده تقريبا احنا وصلنا لنهاية التمشية بتاعتنا في الفندق. نهاية التمشية يا جماعة مش نهاية الفيديو، لسه الفيديو معانا مستمر وفي حاجات كتيرة لسه هعرضها، وارجو انكم تنتظروا معايا لنهاية الفيديو عشان في تقييم مهم من 10 لكل حاجة في الفندق، هيفيدكم جدا في اختيار الفندق. بعد الجولة بتاعتنا والتمشية بتاعتنا احنا دخلنا الغرفة دلوقتي، وزي ما حضراتكم شايفين الاشكال دي بيعملها الهاوس كيبنج. الهاوس كيبنج يعني الناس اللي بتنظف الغرف. طبعا هما بينظفوا كويس لو سبت بقشيش او ما سبتش، بس طبعا لو سبت بقشيش هيعملوا لك حاجات حلوة زي دي، وخصوصا لو معاك اطفال هينبسطوا قوي، وهتلاقيهم عايزين يجروا على الغرفة كل يوم ومتشوقين علشان يشوفوا عملوا لهم ايه واشكال ايه مستنياهم في الغرفة. والبقشيش بتسيبه فين؟
هقول لحضرتك بتسيبه فين. بتسيبه الصبح مثلا قبل ما تطلع من الغرفة على السرير. ده النظام في الفنادق متبع، معروف ان الفلوس اللي على السرير دي بتبقى خلاص دي تبس خاص او بقشيش خاص للهاوس كيبن. لو على السرير يبقى خلاص ده تبس بتاعهم. طبعا غير انك هتستفيد لما تسيب تبس. الناس دي في الاغلب كده يا جماعة بيبقى مرتبهم مش كبير واعتمادهم على التبس، فهتبقى لفتة منك حلوة ومساعدة انهم يحصلوا على مبلغ معقول اخر الشهر. انا دلوقتي طبعا من البلكونه بصور لكم العروض اللي بيعملها الانيميشن طبعا بيعمل عروض كتيره جدا للكبار والصغيرين. ده عرض مثلا التنوره، وهنا دي مسابقه كده بيعملوها برضو الانيميشن زي بالعوامات، مسابقه على حمام السباحه. وعلى حمام السباحه برضو بيعملوا رقص شرقي زي ما حضراتكم شايفين. ده يعني عرض الرقص بيجيبوا رقاصه شرقي. وفي عروض تانية كتير بيعملها الانيميشن للكبار والصغيرين، هستعرضها معاكم دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين مثلا قدامكم ده عرض اللي هو الايروبيكا. الراقصة بيقفوا في حمام السباحة ويبتدوا يعملوا الانيميشن، بيقفوا فوق كده على حمام السباحة والناس بتبقى واقفة في حمام السباحة وبيبتدوا يرقصوا معاهم او يعملوا حركات رقص كده ايروبيكا للجست. عروض كبيرة طبعا جدا بيعملها الانيميشن هنا فريق كبير بيضم عدد كبير من الانيميشن. وفي غير العروض ديت كمان بيعملوا كرة طايرة، بينج بونج، بيعملوا كمان ايروبيكا زي او يوجا انا اسف اللي حضراتكم شايفينها مثلا دلوقتي قدامكم ديت كده يوجا برضو. دي برضو الانيميشن بينظمها. وعلى حمام السباحة الكبير بيجيبوا الزباين كلها ويخليهم يمسكوا ايدين بعض ويبتدوا يعملوا بيهم حركات رياضية كده مع الرقص على حمام السباحة. وفي تاني عروض كتيرة جدا زي الكرة المائية اللي بينظموها برضو على حمام السباحة. وعروض تانية كتيرة جدا. بصراحة في تنوع كبير هنا في الأنشطة اللي بيعملها الانيميشن. وطبعا بالنسبة طبعا للنشان زي ما حضراتكم شايفين في برضو نشان، ده برضو بينظموا الانيميشن نشان برضو للجسم. كل ده العروض اللي بتعملها الانيميشن. وفي عروض طبعا مختلفة يوميا، هتلاقي عروض مختلفة سواء على حمام السباحة او ممكن طبعا تلاقي برضو في التياتر اللي هو بالليل بينظموا حفلات للصغيرين وبعد كده حفلات للكبار. غير الرقص اللي بينظموا برضو الانيميشن زي الرقص الشرقي بينظموا برضو ده الانيميشن زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده. بيجيبوا حد من الانيميشن وبيبتدي يرقص مع الجست، يعني الحاجات دي الخاصة طبعا بالسيدات. في انشطة كتيرة عايز اوضح لكم بس ان الانيميشن هنا قوي بيقدم عروض كتيرة جدا. وبالنسبة اللي معاه اطفال ففندق سان رايز اكوا جوي ده الاختيار الانسب ليك، لان فريق الانيميشن بيقدم انشطه مختلفه جدا للاطفال وانشطه كتيره. هنا مثلا زي ما حضراتكم شايفين ده الكيدز كلاب او الكيدز كلاب والكيدز اريا جنب بعض. ده الكيدز كلاب بينظم برضو حاجات للاطفال، وبره كده ده الكيدز اريا الاطفال اللي عايزه يعني على الزحاليق والمراجيح والكلام دوت. الانيميشن طبعا بيظبط حاجات كتيره جدا للاطفال. الفندق ممكن تعتبره عائلي، يعني مع اطفال مش هيتعب خالص، ده بالعكس هترتاح جدا. ممكن ما تشوفش الاطفال طول اليوم، هتريح دماغك منهم خالص يعني. بس تديهم الانيميشن هتلاقي فيه انشطه مختلفه وكتيره جدا بيعملها الانيميشن للاطفال. ده طبعا الفتره اللي هي الصباحيه او الصبح لغايه غروب الشمس. بعد غروب الشمس طبعا بيبتدي فقرات تانية للاطفال متنوعه وكتيره برضو زي في التياتر اللي هي في المسرح زي اللي انا عرضتها عليكم قبل كده. وبرضو خلال الفيديو بتاعنا هستعرض لكم بعض الحاجات الخاصة بالأطفال. وهنا بيبقى فيه البرنامج المكتوب ايه الأنشطة الموجودة يوميا أو أسبوعيا بالنسبة للأطفال.
احنا دلوقتي امام مطعم جميلة. مطعم جميلة ده اللي هو المطعم المصري ده، طبعا مطعم الاكارت. الاكارت يعني بفلوس، بس في خلال مدة الاقامة بتاعتك ممكن تحجز فيه مرة مجانا، هو والمطاعم الالاكارت التانية. المطعم طبعا شغال لثلاث دخولات مختلفة، يعني ممكن تدخل الساعة 7 المغرب او الساعة 8 المغرب او الساعة 9 المغرب، وبيقدم الاكل المصري. احنا مع حضراتكم دلوقتي قدام تاني مطعم الاكارت. تاني مطعم الاكارت ده اسمه منزوكو، المطعم الاسيوي. مش عارف بنطقها صح بقى ولا غلط، بس تقريبا هي كده صح، منزوكو. ده مطعم اسيوي برضو الاكارت، يعني بفلوس، بس في خلال مدة الاقامة بتاعتك ممكن تحجز مرة هنا مجانا. طبعا الحجز يا جماعة بيكون عند الريسبشن، في شاشة كده جنب الريسبشن شرحتها اول ما انا دخلت النهاردة الفندق ديت، ممكن تحجز من خلالها او تتوجه للريسبشن وهم هيدلوك تحجز ازاي. وهنا برضو بتدخل يعني في 3 مرات، هو عشاء بس، طبعا الاكارت كله شغال عشاء بس، و3 مرات اللي هو 3 مواعيد مختلفة ممكن الجست يخش فيها، اللي هي الساعة 7 المغرب، او بتحجز على الساعة 8 المغرب، او بتحجز على الساعة 9 المغرب. بازيليكو المطعم الايطالي. احنا دلوقتي قدام تالت مطعم الاكارت. اعيد تاني، مطعم الاكارت ممكن تحجز مرة في خلال اقامتك، مرة من غير فلوس في المطاعم دي، مرة في كل مطعم. يعني عندك 3 مطاعم الاكارت، ممكن تحجز مرة في كل مطعم. الافضل طبعا اول ما تيجي على طول تروح تحجز في المطاعم دي، عشان ساعات ما بيبقاش فيه امكانية. يعني احنا حجزنا في ال3 مطاعم على طول كويس، فده تالت مطعم اللي احنا فيه. وبرضو نفس النظام المطاعم التانية، بيبقى شغال عشاء بس، وفي 3 مرات ممكن تخش فيها. ممكن يا اما تخش الساعة 7، يا تخش الساعة 8 المغرب، يا اما تخش الساعة 9. واللي بيحدد لك دوت الحجز بتاعك، ممكن عن طريق الريسبشن او عن طريق اللي هو الشاشة الموجودة في الريسبشن. طبعا المطعم ده مطعم ايطالي، فطبعا بيقدم عديد من المأكولات الإيطالية، البيتزا طبعا والباستا والحاجات اللي انت عارفها دي الإيطالي. وبالنسبة طبعا اللي عنده عيد ميلاد، ممكن تحجز تورته. ممكن يعني تحجز تورته يجيبها لك في اي مكان، في المطعم الرئيسي يجيبها لك، في المطعم الالاكارت يجيبها لك في الغرفة. فاحنا عندنا عيد ميلاد، فحجزنا طبعا النهاردة التورته تجي لنا هنا على المطعم الإيطالي. التورته دي او الخدمة دي بتبقى مجانا من الفندق. احنا دلوقتي مع حضراتكم هنا في السبا او الحمام التركي. هنا طبعا دوت مش داخل ضمن الاقامه الشامله بتاعت حضرتك، ده اكسترا تشارج يعني بفلوس. ممكن طبعا تتجه هنا للسبا وهم هيدوا لك الاسعار اللي موجوده عندهم في المنيو. هنا طبعا المكان جميل ونضيف، في حمام تركي وفي ساونا وفي مساج، وبتختار انت البرنامج اللي انت عايزه وبيقول لك على السعر، تتفق معاهم على السعر، وممكن تعمل اي برنامج يناسبك. احنا دلوقتي مع حضراتكم في صالة الالعاب الرياضية في الجيم. طبعا الجيم هنا مساحته مش كبيرة، بس في كل حاجة، يعني الحاجات اللي انت هتحتاجها في الجيم هتلاقيها هنا. صحيح مش كبيرة، بس الأجهزة كتيرة ومتنوعة، وممكن تمارس اللي انت عايزه من رياضة هنا في الجيم. دلوقتي بقى مع حضرتكم هنقول أهم حاجة في الفيديو بتاع النهاردة، اللي هو تقييم الفندق. قبل بس ما نبدأ التقييم، عايز أعرفكم على سليمان الموجود معانا في الفيديو دوت، ومعانا في كذا مقطع في الفيديو. فده ابن خال عيالي، فعشان كده معانا هو في الاجازه ديت. نبتدي بقى مع بعض التقييم. طبعا تقييم الفندق انا هقيم كل حاجه من 10، يعني هنحط رقم 10 وهنقيم كل حاجه من 10. وان شاء الله التقييم ده هيبقى مرجع ليك لو حضرتك
او حضراتكم عايزين تختاروا الفندق. وكل واحد ليه بقى مميزات وعيوب ديت، احنا هنقول الدرجة اللي احنا حاطينها وان شاء الله باذن الله تقدر تختار بناء عليها. اول حاجه معانا خدمه نظافه الغرف، نديها 10/10. تاني حاجه معانا هي الغرف نديها 7/10. قديمه بس واسعه، العفش قديم، في غرف بص على الفندق اللي جنبه، مش بص على حمام السباحه، فدي المنظر بتاعها بتبقى سيء جدا. حمامات السباحه في للكبار وفي عائلي وفي للاطفال، نديها 10/10 لانها منتشره على طول الفندق وفيها تسخين لو حضرتك جاي في الشتاء. الفندق من حيث المساحة وتجهيزه من الداخل فهو ياخد 10/10، على الرغم من المساحة غير كبير، مش كبيرة، بس تقسيمة الفندق من جوه ممتازة. الأكل الطعم 10/10، التنوع 10/10، المطاعم اللي هي الألاكارت كلها 10/10 بالخدمة اللي فيها. أما المطاعم اللي هي المطعم العادي الرئيسي فطقم السيرفيس أو الطقم الخدمة الموجود نديله 7/10. وأنا أعتقد ده لقلة عدد الويتر والجرسونات، وده بيخلي البواقي الاكل على الترابيزات مش بتنضف بسرعه، وكذلك تنظيف الارضيات بتلاقيها كده ساعات مش نظيفه بسبب الاكل اللي واقع على الارض، في تلزيق كده على الارض، وده مش المفروض يكون في اسم زي سان رايز. فبنناشد الاداره تراجع الحاجات ديت. الطباخين والشيفات ياخدوا 10/10. الطوابير في المطاعم مفيش طوابير في المطاعم، والكراسي والترابيزات في المطعم قديمه. الاكوا بارك 10/10. البارات منتشره في جميع انحاء الفندق، والبارات نديها طبعا 10/10. الويتر والجرسونات اللي هم طالب الخدمه الموجود في البارات 10/10. صاله الالعاب الرياضيه مش كبيره بس نديها 10/10. قسم الاستقبال نديله 10/10. البحر والشاطئ نديله 6/10. الانيميشن طبعا نديله 10/10 بجداره. الفريق كبير بصراحه من الانيميشن ومنتشر وبيعمل مسابقات كتيره سواء للاطفال انشطه مختلفه او للكبار زي ما وضحت لحضرتكم في الفيديو. وده يكون كده نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أرجو من حضرتكم ما تبخلوش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنونا للفيديو القادم إن شاء الله. ودلوقتي احنا طبعا بنحضر علشان نعمل مغادرة أو شيك أوت من الفندق، وعشان كده احنا دلوقتي قاعدين خلاص في الريسبشن. وهنا زي ما انتم شايفين ليلى اتعرفت على صحابه وبتودعهم خلاص عشان نتوكل على الله ونمشي في انتظار ان شاء الله العربية، وهنمشي من الفندق. نشوفكم ان شاء الله على خير، ونتمنى لكم مشاهدة سعيدة، وانتظرونا الفيديو القادم ان شاء الله.